مسرحية من روائع الأعمال المسرحية في تاريخ مصر، وواحدة من أكتر الأعمال الفنية اللي بتشخص حالة سياسية وبتجعل الزعيم قابل للنقد ومحط سخرية. لكن إيه اللي يخلي عمل مسرحي يزعل حاكم دولة تانية؟ وهل فعلا مسرحية الزعيم للفنان الكبير عادل إمام كانت بتجسد شخصية معمر القذافي؟ كل ده وأكتر هنعرفه دلوقتي في التقرير ده من 3 دقايق. ايه اللي جاب الشام لليمن؟ مثل اتقال زمان عن علاقة غريبة بتجمع بين امرين متناقضين ومفيش اي وجه ربط بينهم، وهو ده بالظبط حال الحكاية اللي هنحكيها في الدقايق دي. الحكاية بتبدأ في نص التسعينات لما كان زعيم الكوميديا الفنان عادل إمام في عز قوته الفنية وأوج عطائه المسرحي والسينمائي كمان، فكانت أفلامه بتكسر الدنيا أول ما تنزل ومسرحياته بتتعرض سنين ورا سنين. وفي الوقت ده بدأ عرض مسرحية الزعيم، واللي بتعتبر من أجرأ وأقوى المسرحيات في تاريخ المسرح العربي، وكانت بتتكلم عن شخصية وهمية لزعيم سياسي بيقود بلده بطريقة بتمزج بين الكوميديا والقسوة. لكن ايه علاقة الكلام ده بالعقيد الليبي معمر القذافي؟ الحقيقة مفيش اي سبب واضح للحكاية دي، ولكن مع ذلك العقيد الليبي حس بغضب شديد جدا من المسرحية وشاف انها بتسخر منه شخصيا، خصوصا ان عادل امام كان بيلبس في المسرحية لبس بيشبه لحد كبير الزعماء. من هنا بدأ ضيق القذافي من المسرحية ياخد بعد تاني خالص، ومع انه كان يقدر يتجاهلها ببساطة او حتى يمنع بثها او عرضها في ليبيا، لا ده خد الموضوع على محمل شخصي جدا. وده اللي اكده محمد عشوب فنان المكياج والماكير الخاص بالرئيس المصري الراحل انور السادات، اللي قال ان معمر القذافي حاول ينهي حياة عادل امام لانه شاف ان الفنان بيسخر منه في مسرحيته وبيقلده بشكل ساخر وكوميدي. واكد عشوب ان صديق لي قريب من المخابرات والقيادة الليبية قال ان القذافي طلب عرض مسرحية الزعيم في ليبيا بهدف التخلص من عادل إمام والقضاء عليه، وكانت خطته بتقوم على استئجار مجموعة من الأشخاص عشان يحضروا العرض، وفي نهاية المسرحية يعتدوا على الفنان المصري لحد ما يرحل عن دنيانا. وأضاف إن بعد ما جات له المعلومات دي راح لوزير الإعلام الليبي وقتها عبد الله منصور وحذره من حصول مشكلة دبلوماسية كبيرة في المنطقة العربية لو حصل أي مكروه لعادل إمام في جوه ليبيا. وبناء على الكلام ده أصدر الوزير قرار بإلغاء عرض المسرحية في ليبيا، وأفسد على القذافي مخططه لإنهاء حياة عادل إمام. ووقتها أصدر الزعيم الليبي الراحل قرار فوري بتوقيف وزير الإعلام بسبب إلغاء المسرحية. ورغم محاولة الزعيم الليبي الراحل القضاء على زعيم الفن المصري، إلا إن مسرحية الزعيم استمرت في العرض سواء على خشبة المسرح أو شاشات التلفزيون، وفضل الزعيم عادل إمام يقدم الأفلام والمسرحيات اللي عاشت وكملت في حياتنا لحد النهاردة. تفتكروا بقى عادل إمام فعلا كان بيمثل شخصية القذافي في مسرحيته؟